الوحدة التالتة، الدرس الثالث، حرب أكتوبر سنة 73، الحرب العظيمة في تاريخ العسكرية المصرية التي خاضتها مصر لاسترداد سيناء وانتصار الشعب المصري وانتصار الجيش المصري، وألهمت الجيوش العالمية بأدبيات العسكرية وبخطط عسكرية أول مرة يشوفوها من أبطال الجيش والشعب المصري في حرب 73. نبدأ نفهم بقى إيه اللي حصل في حرب 73. أطراف الحرب مصر وسوريا ضد مين؟ ضد إسرائيل. في بيننا دفاع مشترك. إسرائيل احتلت سيناء خدتها من مصر، واحتلت هضبة الجولان خدتها من سوريا، واحنا الاثنين عايزين نراجع أرضنا. فأسباب الحرب: رفض إسرائيل لنداءات السلام والمبادرات الدولية. إسرائيل لا بتسمع ولا بتاعت سلام ولا عايزة ترجع الأراضي لإقناعها بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 اللي احنا قلنا إيه؟ نوقف الحرب وكل دولة تحترم سيادة الدولة الثانية ونعمل مناطق منزوعة السلاح، وإيه وإسرائيل تتنازل عن الأراضي اللي هي احتلتها. إذا كان مثلا في مصر احتلت سيناء واحتلت هضبة الجولان من بعد عدوان 67، واحتلت ضفة غربية من الأردن، واحتلت منطقة القدس. فهي طبعا مش عايزة تتنازل عن أراضي دي، واحنا مش هنسكت، احنا مصر وسوريا. أسباب الحرب: رفض إسرائيل نداءات السلام والمبادرات الدولية لإقناعها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242، ما بيسمعوش ولا عايزين يرجعوا الأراضي. تاني حاجة، تصميم مصر وسوريا على إزالة نكسة 67 واسترداد سيناء والجولان. طيب، استعداد مصر للحرب. انت عشان تستعد للحرب لازم يكون عندك الجبهه الداخليه مستقره، في استقرار سياسي، في استقرار اقتصادي، في استقرار اجتماعي في المجتمع، علشان توحد المجتمع وتقدر انك تركز في الحرب بتاعتك. فالرئيس جمال عبد الناصر توفى مثلا سنه 70، كنا احنا لسه بنعاني من اثار او احتلال 67، واحنا عايزين ننتصر ونرجع اراضينا. الرئيس السادات مسك الحكم في 67. الرئيس السادات قال لك انا لازم اهدي الوضع الداخلي في مصر، مش عايز داخليا يكون في اي ازمات، عشان نبدا نركز كلنا كشعب ونتحد كلنا اطياف الشعب وراء القياده السياسيه، عشان داخلين حرب نسترد بيها سينا. فعمل ايه؟ قال لك اصدر القانون الدائم سنه 77. هو اتسمى كده قانون دائم، هو دستور مجلس النواب اللي هو مجلس الشعب وقتها. عمل دستور، اجتمع الحزبيين، اهل السياسه، العلماء، المفكرين، عملوا دستور بيحدد للدوله، يعني بيحدد لجهات الدوله او الهيئات يعني ايه المنهج اللي الدوله تمشي عليه لمده فتره من الزمن. بيعرف المواطنين حقوقهم دستوريا ايه، القوانين اللي هتمشي على البلد، دور الهيئه كذا ايه، دور مجلس التشريعي ده صلاحياته ايه، صلاحيات الوزراء ايه، صلاحيات الاداره ايه. ده القانون اللي الكل بيمشي عليه. تمام. ده باختصار معنى كلمه دستور، واللي بيعده طبعا مجلس النواب والحزبيين وخلافه. اصدر الدستور الدائم سنه 71. عمل دستور حلو عشان ايه؟ ما يبقاش فيه اي اختلافات. رفع رقابه على الصحف، اللي عايز يكتب يكتب، ما عندناش معارضة أو هنخفف قيود على المعارضة، بس طبعا في حدود المسموح به. تالت حاجة، إلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات. يعني إيه إلغاء الحراسات؟ زمان في العهد الملكي كان في بعض الناس، احنا قلنا زمان إقطاعيين أو الأعيان أو البشوات، كان عندهم مبالغ مالية ضخمة، فكان محطوط عليها حراسة منع التصرف في أموالهم. فطبعا ده سبب إن هو في عدم رضا بين بعض الرموز او بعض السياسيين او بعض الناس اصحاب الثقل مثلا من ايام الملكيه ل ايام الجمهوريه مثلا ضد حكم مثلا السادات. فقال لك بص، انا الفلوس بتاعتكم دي انا هلغي من عليها الحراسات وخليكم يبقى في حريه انكم تتصرفوا في فلوسكم. تمام. طبعا كان محطوط لاسباب، لان كان بعض الناس يعني كان في فساد برضه في في الشؤون دي. والغاء الاجراءات المقيده للحريات. القضاء على مراكز القوه. ايه مراكز القوه؟ رئيس جه بعد الرئيس جمال عبد الناصر. الرئيس جمال عبد الناصر كان في عصره بعض الشخصيات البارزه ممكن السياسيه اللي موجوده في اماكن مهمه ولا تؤلى. فالشخصيات دي كانت ضد حكم الرئيس السادات، فكانوا بيتحالفوا ضده. فالرئيس السادات داخل حرب، فعايز يعني الناس تهدى بقى علشان ايه؟ اطياف الشعب كلها تبقى مع القياده السياسيه. فهو قال لهم تمام، انتوا مراكز قوة، طيب انا هقضي عليكم خلاص، استقالاتكم مقبولة وتوكلوا على الله وبقيتوا يعني ايه مش في مصدر ازعاج للقيادة السياسية. خامس حاجة طبعا والأهم هو تجهيز الجيش وتسليحه أحدث الأسلحة وتدريبه. يبقى أصدر قانون الدستور الدائم 71، رفع رقابة على الصحف، ألغى
الحراسات والاجراءات المقيده للحريات، القضاء على مراكز القوه، تجهيز الجيش وتدريبه وتسليحه باحدث الاسلحه. كلام جميل. ده على مستوى مصر. طب على مستوى العرب قال لك بص احنا داخلين حرب يا عرب، صفوا خلافاتكم مع بعض وخليكم في ظهري عشان احنا نحارب اسرائيل، وده يعني هدف مشترك لينا كلنا. تصفيه الخلافات العربيه وتوحيد الصف العربي، الاستفاده من جميع الموارد والامكانيات العربيه المتاحه. يعني امكانيات بقى عسكريه تساعدونا عسكريا، عندكم اسلحه تجيبوها، عندكم قدره ماليه تساعدونا بيها، عندكم سياسيا تقفوا معانا. فالاستفاده من جميع الموارد والامكانيات العربيه المتاحه. احداث الحرب. احداث الحرب على الجبهه المصريه وعلى الجبهه السوريه، الاثنين شنوا الحرب في وقت واحد على اسرائيل. نتكلم على الجبهه المصريه. مين اللي اعطى الرئيس محمد انور السادات اشاره بدء الحرب، وبدات العمليات العسكريه. خلاص هو حدد الساعه يوم 6 اكتوبر في الوقت معين ساعه الصفر قوات هتقتحم. قام سلاح الطيران بقياده اللواء محمد حسني مبارك سياده الرئيس السابق، كان هو متولي قياده القوات الجويه. قام بتوجيه ضربه جويه ناجحه، وقامت المدفعيه مدافع بقى باطلاق النيران على طول القناه في وجه مين؟ خط بارليف. تمام. عملنا كسور على الميه كده تعدي من عليها الايه؟ الدبابات والمدرعات والاليات العسكريه والافراد والجنود. طيب هيقابلوا خط بارليف. خط بارليف اللي اسرائيل قعدت تحكي عليه وتقول اسطوره اسرائيل المصريين نزلوه في 6 ساعات عن طريق خراطيم ميه. خراطيم ميه جابوا الميه من قناه السويس وجهوها ناحيه خط بارليف، عملوا ثغرات نزلوا الخط ده في 6 ساعات. تمام. تحطم طبعا المصريين دخلوا بالدبابات بالمدرعات بالجنود بالافراد، دمروا كتير من الاسلحه والمعدات، اثروا كتير من الجنود. نقرا كلام. تحطم اعداد كبيره من الطائرات والمعدات العسكريه الاسرائيليه. تمام. انتشار القوات المصريه على الضفه الشرقيه، يعني دخلنا سيناء ورفع العلم المصري. بقى رفعنا العلم معناها ان الارض دي خلاص تحت السياده المين؟ المصريه، تحت السلطه او تحت التحكم المصري. مفيش بقى اسرائيل. احنا دخلنا سينا ورفعنا العلم، بقت الارض دي تخصنا، بقى لنا سيادتنا عليه. واسر مئات من الجنود الاسرائيليين، وسطر الجيش المصري اعظم الانتصارات في البر والبحر والجو. حرب عظيمه، حرب عملها جنود مصريين، يعني جيش عظيم على مر التاريخ، جيش عظيم وقياده عظيمه. طيب على الجبهه السوريه، احنا كانوا عاملين اسرائيل عاملين ايه؟ حاجز كده على الضفه الشرقيه للقناه اللي هو خط بارليف. هناك في سوريا كانوا عاملين خط اسمه خط الون، نفس العلقه، لا قلم زاد ولا قلم ناقص على الجبهه السوريه. قام الجيش السوري في نفس وقت هجوم الجيش المصري بهجوم مفاجئ على القوات الاسرائيليه، طبقا لاتفاق بين القياده العسكريه المصريه والسوريه. وبدات العمليات العسكريه. عبرت الطائرات السوريه واندفعت الدبابات والمدرعات نحو خط اسمه خط الون. خط الون زي خط بارليف عندنا، حاجز كده اسرائيل عاملاه عشان تحمي نفسها من هجوم المصريين، وعملت برضو ناحيه سوريا خط اسمه خط الون. المهم الطائرات السوريه دخلت واندفعت دبابات ومدرعات نحو خط الون اللي هو خط الدفاع الاسرائيلي في هضبه الجولان، وهو يمثل خط بارليف عندنا على الجبهه المصريه. دارت معارك جويه بين الطيران الاسرائيلي وبين الطيران السوري، اللي استمر في تقديم دعم اليمين للقوات بتاعته اللي ماشيه على الارض، القوات البريه التي اخترقت خط الدفاع الاسرائيلي ودمرته تماما اللي هو خط الون ده. وخسر اسرائيل اعداد كبيره من الجنود والطائرات، فطلبت المساعده من مين؟ الحقينا يا مين؟ الحقينا يا امريكا. تمام. مصر وسوريا وراهم مين؟ وراهم العرب. اسرائيل وراها مين؟ وراها امريكا. ساعدوا بعض ازاي؟ قال لك دور العرب اثناء الحرب عسكريا ماليا، وامريكا ساعدت برضو عسكريا ماليا. امريكا ساعدت اسرائيل سياسيا يعني عسكريا وماليا، امريكا ساعدت اسرائيل بالاضافه الى سياسيا. هنا العرب ساعدوا عسكريا تمام وساعدوا ماليا تمام. في سياسيا لا، ده في الاهم من سياسيا النفط العربي، نفط العرب. طيب العرب عملوا ايه بقى في حرب اكتوبر؟ عسكريا قدم الدول العربيه كثير من الدعم لمصر وسوريا، دعم عسكري، مقاتلين، طيارات، معدات عسكريه، يعني بيساعدوا بالشكل العسكري. زي مين؟ رجع لك الخريطه بتاع مصر، هتلاقي السودان تحتنا، معانا السودان، جنبنا ليبيا، معانا ليبيا، الجزائر، تونس، مغرب. جزائر موجودين، تونس فين؟ تونس اهي، مغرب معانا مغرب. تمام. اليمة التانية اسيا في عراق وكويت، العراق شغاله والكويت معانا، الاردن معانا، السعوديه معانا. تمام. يعني الدول العربيه اجتمعت لمساعده مصر ومساعده ايه؟ ومساعده سوريا.
ماليا قدمت، طبعا الحروب بتكلف، فقدمت بعض الدول العربيه دعم ماليا لمصر وسوريا زي السعوديه والامارات والجزائر. تمام. تالت حاجه وسلاح قوي جدا 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 هو استخدام سلاح النفط اللي هو البترول. طبعا لو انا ما اديتلكش بترول مش هيبقى عندك بنزين، المصانع بتاعتك وقفت، العربيات وقفت، الشوارع وقفت، مفيش بترول. فاستخدام السلاح ده ضد مين؟ ضد امريكا. فعلان وزراء النفط اجتمعوا كده، اللي هو يعني ايه وزير البترول بتاع كل الدول العربيه اجتمعوا في الكويت وقال لك احنا نخفض انتاج البترول. عايزين بترول؟ لا احنا خفضنا بقى، مش هننتج بترول كتير، فنوقف حل العالم وخصوصا امريكا اللي بتساعد اسرائيل. وحظر الصادرات النفطيه الى الولايات المتحده الامريكيه. مش هنبعت او مش هنصدر ليكي امريكا بترول، خلي الدنيا تقف عندك بقى، مش بتساعد اسرائيل، احنا بقى هنستخدم عليك سلاح النفط. عندما طلب الرئيس الامريكي مساعده اسرائيل. تمام. طيب دور الولايات المتحده، احنا قلنا مشتركين مع العرب في ايه؟ عسكريا، ماليا، ده من ناحيه ان هم كانوا بيساعدوا اسرائيل عسكريا ماليا، وثالث حاجه سياسيا. طب عسكريا اقامت جسر جوي. يعني ايه جسر جوي؟ كوبري جوي ازاي؟ لتقديم المساعدات العسكريه لاسرائيل. يعني جسر جوي اللي هو يعني ايه؟ خط طيران، اعتبره جسر كده، طياره تيجي من امريكا تطير معاها معدات ودبابات وطيارات توصل لمين؟ توصل لاسرائيل، تاخد سلاح من امريكا تبعت على اسرائيل، سلاح من امريكا تبعت على اسرائيل عشان اسرائيل تحارب مصر، اللي هو جسر جوي. تمام. لتقديم المساعدات العسكريه لاسرائيل. وتاني حاجه قدمت معلومات عسكريه، يبقى اقامت جسر جوي لتقديم المساعدات، وقدمت معلومات، ودي مهمه جدا، قدمت معلومات عسكريه لاسرائيل ساعدتها في احداث ثغره الدفرسوار. ايه ثغره الدفرسوار ده؟ الجيش بتاعنا لما دخل، الجيش بتاعنا احنا مش جيش واحد، احنا عباره عن جيوش، في جيش تاني ميداني وجيش تالت الميداني، وكلهم خلاص دخلنا سينا. ففي بينهم في منطقه كده اسمها ثغره، طريق كده، فاسرائيل عرفت تستغل الثغره دي وتحوط جزء كبير من الجيش بتاعنا. تمام. بسبب الثغره دي. فعرفتها من اسرائيل من المعلومات امريكا قالت لها عليها، شايفها هنا لو دخلت هنا ممكن تحوط الجيش ده والمعركه تقلب. هي طبعا معركة تمام، احنا زي الفل، احنا منتصرين، احنا الأقوياء، بس دي أرهقت أو يعني إيه أثرت بالسلب على قوتنا كجيش، لأنها كانت يعني مربكة شوية وسط الحرب، بس احنا انتصرنا. المهم قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل وقدمت معلومات عسكرية لإسرائيل، معلومات عسكرية لإسرائيل ساعدتها في إحداث ثغرة الدفرسوار. ماليا قدمت مساعدات مالية كبيرة أوي لإسرائيل. سياسيا، أيوه سياسيا، احنا قلنا الاتنين العرب قدموا لمصر وسوريا مساعدات عسكريه وماليه واستخدام سلاح النفط. امريكا قدمت لاسرائيل عسكريه وماليه وسياسيه. سياسيه ايه؟ راحت لمجلس الامن، الحقنا مجلس الامن، عايزين ايه؟ قال لك اعمل لنا قرار يوقف الحرب بين الاثنين دول، اسرائيل هتضيع. فمجلس الامن اصدر قرار مش 242، لا 338. وخلاص بقى، ما كل شويه قاعد يصدر قرارات، قرار رقم 100 100 وكذا 100 وهكذا، وصلنا لكام؟ 338. لازم نبص على وقف جميع الاعمال الحربيه بدء من يوم 22 اكتوبر. يعني احنا بدانا يوم 6 اكتوبر، يوم 22 بعد اسبوعين كده قال لك نوقف كل الاعمال الحربيه 22 اكتوبر 73، وبعدها نبدا بقى محادثات طرفين. تمام. النتائج ودروس المستفاده من حرب اكتوبر. ايه اللي حصل بقى من دروس؟ يعني حاجه نتعلمها من حرب اكتوبر. قال لك تعد الحرب نقطه تحول في صراع العرب الاسرائيلي. تمام. احنا الاقوياء دلوقتي، احنا الرقم واحد، احنا العرب، احنا قدرنا نهزم اسرائيل. ومصر طبعا هي الدولة الأولى قوية عربيا وفي المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، احنا الجيش رقم 9 أو 10 في من حيث القوة على مستوى دول العالم، اللي هم أكتر من 200 دولة، احنا رقم 10 أو رقم 9. دايما في تطور وتفوق مستمر. والجيش الاول عربيا، احنا اقوى من اسرائيل 100 مره. ثقوا في جيشكم، ثقوا في قياداتكم، ثقوا في تاريخكم، احنا دوله عظيمه جدا. فتعد الحرب نقطه تحول في الصراع العربي الاسرائيلي، حتى اثبات ان منطق القوه لا يمنح سلام. مش معنى اسرائيل انت عندك قوه ومعدات وبتاع تضمن السلام، لا سلام مين؟ ده المصريين يقدروا يدخلوا سيناء يعني ايه يهزموك. تاني حاجه تحطيم اسطوره الجيش الاسرائيلي، كانوا مسمين نفسهم اسرائيل بقى ايه؟ احنا الاسطوره، احنا الجيش الذي لا يقهر، ما فيش حد يقدر عليه. ده المصريين نزلوا لك خط بارليف اللي انت قاعد تحكي عنه في 6 ساعات. نزل يقظ. وعودة الثقة للمقاتل المصري والعربي. تقويض أسس العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية. يقعدوا كده ويفهموا ويعرفوا ان العقيدة القتالية بتاعتهم يعني ما تسواش حاجة جنب العقيدة القتالية بتاعت المصريين والعرب.
انتهى نظريه الامن الاسرائيليه بعد انهيار الخطوط الدفاعيه والتحصينات القويه مثل خط بارليف. هم كانوا فاكرين ان هم خلاص تحصينات وخط بارليف واقوياء، الكلام ده ما ياكلش مع المصريين. احنا مصر، احنا شعب عظيم وجيش عظيم ودوله عظيمه. فده نظريه الامن الاسرائيليه، ده نظريه الامن الاسرائيلي بعد انهيار الخطوط الدفاعيه والتحصينات القويه زي خط بارليف بتاعهم ده. تمام. انا حاله لا سلم ولا حرب، اللي احنا بصوا استنزاف، احنا لا في بينا سلم ولا في بينا حرب، احنا قاعدين نضرب في بعض كده، اللي هي حاله الاستنزاف بس. بستنزف العدو. احنا قلنا حرب الاستنزاف كانت امتى؟ من 69 ل 70. المهم بستنزف قدراته. وفي ساعه المجال بقى للمفاوضات السياسيه من منطلق القوه العربيه، احنا الاقوى، احنا بنتكلم معاهم من منطلق ان احنا الاقوى، فهم اللي يسمعوا الكلام يعني فاهم، يحترموا القوه العربيه والقوه المصريه. أظهرت الحرب أهمية استخدام سلاح النفط. احنا قلنا وزراء البترول مثلا او وزراء النفط العرب اجتمعوا في الكويت وقال لك احنا هنعمل ايه؟ نخفض انتاج النفط عشان نخلي العالم يعني ايه، او نخلي امريكا او الدول اللي هي ضد العرب الدنيا ما يبقاش عندهم نفط، فالدنيا تقف عندهم، فلو مصانع هتدور ولا مكن ولا عربيات ولا نقل ولا مواصلات خلاص ما فيش بترول. وتاني حاجه مش هنبعت لك يا امريكا انت بالتحديد بترول عشان توقف مع اسرائيل. فقوه سلاح النفط ده كان سلاح مؤثر جدا في امريكا، اربك العلاقات بين العرب وبين امريكا. اثرت في العلاقات بين بعض الدول المحبه للسلام. احنا بنادي دايما السلام، وهنتكلم دلوقتي عن السلام. ازاي مصر بتساعد طول عمرها اتفاقات سلام ومبادرات سلام واحلال السلام، ولسه الرئيس السادات هنشوف اتفاقات السلام اللي هو عملها. اثرت في العلاقات بين بعض الدول المحبه للسلام في اسيا وافريقيا واوروبا واسرائيل. شخصيات مضيئه، رموز مصريه عسكريه، شخصيات عظيمه في تاريخ الجيش المصري والعسكريه المصريه. شخصيات مضيئه في تاريخ في حرب اكتوبر 73. المشير احمد اسماعيل وفريق سعد الدين الشاذلي وفريق محمد عبد الغني الجمسي. يا معلش، يعني ايه مشير ويعني ايه فريق؟ هقول لك واحده واحده. الرتب العسكريه اللي احنا بنشوفها في ضباط الجيش او ضباط الشرطه، هتلاقي مثلا الضابط متخرج معلق كده على الكتافات بتاعته ولا سبلايت، معلق دبوره اللي هو ملازم، دبورتين يبقى ملازم اول، 3 دبورات 3 دبابير يبقى اسمه نقيب. تمام. نشيل ال3 دبابير ونحط نسر يبقى 6 رائد. نسر وقدامه دبور مقدم، دبورتين عقيد، 3 دبابير يبقى عميد قدام النسر. نشيل ال3 دبابير ونسيب النسر ونحط قدامه ايه؟ سيفين، سيفين متقاطعين كده يبقى سياده اللواء. حطينا النسر والسيفين وحطينا دبور يبقى سياده الفريق، دبورتين فريق اول. وبعد كده نسيب النسر ونسيب السيفين ونشيل الدبابير ونحط غصنين زيتون كده حوالين الايه؟ حوالين النسر، اللي هما شكل السنابل القمح كده. رتبة المشير ده اعلى رتبة عسكرية في الجيش، ده بقى الضابط اللي هو ما شاء الله يعني اعلى من اللواء واعلى من الفريق وفريق اول. تمام. فرتبة المشير. كم مشير في مصر؟ احنا في مصر على طول مثلا التاريخ بتاعه من اول ما اتكلمنا من 23 يوليو لحد اوقاتنا كان في حوالي 9 شخصيات عظيمه مضيئه خدوا لقب المشير، زي مشير عبد الحكيم عامر، المشير احمد بدوي، المشير احمد اسماعيل، المشير محمد علي فهمي، المشير فؤاد ذكري، المشير ابو غزاله، المشير طنطاوي، المشير عبد الفتاح السيسي. وده الرئيس، واصبح بعدها طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي. فرتبه المشير ورتبه الفريق دول بعد اللواء، دول يعني الابطال كبار قوي. نتكلم على فريق احمد اسماعيل. فريق احمد اسماعيل حصل على نجمه سينا. يعني ايه نجمه سينا؟ نجمه سينا دي اعلى وسام عسكري في العسكريه المصريه. يعني الطالب مثلا اعلى وسام ممكن ياخد شهاده تقدير، ممكن لو هو عالم كبير ممكن ياخد شهاده جائزه نوبل زي مثلا احمد زويل العالم المصري الشهير، او الاديب نجيب محفوظ خد جائزه نوبل. في العسكريه المصريه اعلى وسام هو نجمه سينا. وفي تكريمات تانية زي قلادة النيل، زي وشاح النيل. المهم ونجمة سينا، ونجمة سينا مش محصور على الضباط بس، ضباط وعساكر وجنود واي مقاتل مصري اثبت كفاءة وجدارة في العمليات العسكرية، في القدرة القتالية، قدرته يعني فوق الوصف، لا يمكن يعني
الابطال العظام، فبيحصلوا على اعلى وسام عسكري نجمه سيناء. المشير احمد اسماعيل خد نجمه سيناء، حصل على نجمه سيناء من رئيس السادات وهو اعلى الاوسام العسكريه. طيب نفهم بقى دوره كان ايه. تولى القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية والسورية، يعني الجيش مصر والجيش السوري. مين بقى القائد بتاعهم بتاع القيادة العامة؟ المشير أحمد إسماعيل. تمام. في حرب أكتوبر حسن كان وزيرا للحربية وقائد للقوات المسلحة ومديرا للمخابرات العامة. إيه ده؟ 3 مناصب اللي بيوصلهم بيبقى على كفاءة عظيمة. فما شاء الله يعني كفاءة قتالية أو كفاءة عسكرية نادرة. بس طبعا مش نادرة على المصريين. المصريين أبطال، المصريين كلهم أبطال، جيشنا جيش قوي وكلهم عظماء. وتولى تخطيط وتنسيق على جبهتين المصرية والسورية بدقة ومهارة عالية، وقاد خطة الخداع أو الاستراتيجي لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية. بمعنى إسرائيل قاعدة متابعانا وقاعدة تشوف الجيش بتاعنا بيعمل إيه، هو خلى إسرائيل ما تاخدش بالها من التجهيزات اللي إحنا بنجهزها علشان نهاجمهم. فدي خطة دفاع، خطة خداع لصرف أنظار إسرائيل عن التجهيزات الهجومية. بطل تاني من أبطال مصر الفريق سعد الدين الشاذلي، ده يقال عنه مهندس حرب اكتوبر. طيب فريق سعد الدين الشاذلي اختاروا رئيس السادات رئيس لاركان حرب القوات المسلحه سنه 71. شارك مع القاده العسكريين، قعد مع القاده كده العسكريين الكبار، قاده البحريه، قاده الجويه، قاده الدفاع الجوي، في تطوير القوات المسلحه، ووضع خطه لعبور قناه السويس. نعدي بقى قناه السويس المي ونهد خط بارليف وتحطيم خط بارليف، وقام بتنفيذ الخطه في حرب 73. تم تكريمه في الذكرى 39 لنصر أكتوبر سنة 2012 بمنحه قلادة سلسلة كده عظيمة، تكريم عظيم في مصر اسمه قلادة النيل العظمى، مش أي حد ياخدها. تمام؟ فهو عشان بطل عظيم طبعا له تكريم، يعني ده راجل عظيم في تاريخ العسكرية المصرية. فريق محمد عبد الغني الجمسي، شغل منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة سنة 72 ورئيس أركان القوات المسلحة سنة 73. حيث قامت الهيئة بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعمليات الهجومية على إسرائيل من الجبهتين سواء كانت المصرية أو الهجومية، مما كان له أثر كبير في إحراز النصر. فتحية لقواتنا المسلحة، تحية لجيشنا، تحية لتاريخنا. إحنا بلد عظيمة وبلد عريقة، بلد فيها جيش عظيم، بها قدرات عسكرية من أفراد وجنود وقدرات ومعدات عظيمة. إحنا جيش قوي جدا، لازم كلنا نكون مصطفين خلف القيادة العسكرية وخلف القيادة السياسية في أوقات السلم، أوقات الحرب، أوقات الأزمات، أوقات المخاطر. تحيا مصر بالناس وبالشعب وبالقيادات. فتحيا مصر، احنا شعب عظيم جدا. شكرا.